السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. جايه لكم النهارده في فيديو تشجيعي جميل، يا رب يعجبكم. بس طبعا ما تنسيش لو اول مرة تشوفيني انزلي حطي اللايك ودوسي على زرار الاشتراك من تحت الفيديو. وقبل بقى ما ندخل على الفيديو قومي كده حضري بقى مشروبك اللطيف اشربيه كده وانتي بتتفرجي على الفيديو. لو بتشوفيني الصبح بدري اتنشطي وسمي الله وتوكلي على الله وقومي ظبطي شقتك على طول. وكمان لو محتاره تعملي اكل ايه النهارده هقولك في اخر الفيديو على فكره اكله خفيفه وسريعه. لو بتشوفيني اخر النهار وخلاص اخر اليوم وبالليل يبقى برضو اتحمسي ورتبي كده يومك ورتبي افكارك ان انت باذن الله تصحي بكره بدري. طبعا الصحيان بدري بيدينا نشاط كده وحماس، نقوموا برضو نتوكلوا على الله من الصبح بدري، تفتحي شقتك وتشمسيها وتهويها وتروقيها وتظبطيها برضو وتخلصي بقى كل اللي وراكي كده من اول اليوم، بحيث بقى بقيه اليوم يبقى هادي ورايق وجميل ومنظم والدنيا بقى ايه معاكي سهله وبسيطه، مش ضاغطين على نفسنا. زي بقى ما شفتوا انا كده صحيت الصبح، فتحت البلكونه ودخلت، كان في غسيل على الحبل متنشر، دخلت لميته وكنست كده البلكونه. طبعا شفتوا المكان عندي عامل ازاي، مفتوح ومنطقه جديده مش متعمره قوي بالبيوت وكده، فطبعا التراب ده يعني قلت لكم قبل كده بيبقى عندي بشكل فظيع. فكنست البلكونه ودخلت هنا، بدات بقى في الريسبشن. طبعا كنا منظفينه سوا الفتره اللي فاتت زي ما شفنا في الفيديوهات اللي فاتت، لو ما شفتيهاش ارجعي اتفرجي عليها. جبت بقى المكنسه الكهرباء وبدات يعني اكنس السجاد بقى والارضيات من اي تراب او حاجه، اللي هي بقى ده الروتين بقى اليومي او الروتين بقى اللي احنا ممكن نعمله، مثلا نقوله كل كام يوم كده نعمله الروتين ده، بحيث ان الشقه دايما زي ما اتفقنا تبقى ايدينا فيها باستمرار، الدنيا ما تتراكمش علينا، يبقى اول باول كده قاعدين في الدنيا هاديه ومنظمه ونظيفه على قد ما نقدر كده. كنت ماسكه فوطه في ايديا وطبعا كنست بالمكنسه الكهرباء زي ما قلنا، والفوطه اللي في ايديا دي بقى اي تراب على الاسطح او كده بمسحه بسرعه بيها. كان جاي لي كذا كومنت على في الروتين اللي فات، انا حابه ارد عليه. الكومنت ده كان عن الخلطه اللي انا مسحت بيها خشب المره اللي فاتت. الخلطه دي كانت عباره عن ميه نظيفه طبعا وعليها شويه كلوركس، عليها اي منظف عندي للاسطح، اي منظف بقى بريكس كنت موريه لكم في المشتريات بتاعتي، كنت حاطه منه نقطتين 3 كده، وطبعا اي معطر نظيف ريحته حلوه موجود عندك كنت برضو حاطه في الخلطه دي معطر بس. والخلطه دي بقى كنت بمسح بيها الاسطح كلها. جالي برضو كومنت قال لي ازاي بتستخدمي، يعني مش كومنت واحد بصراحه، كذا كومنت، ازاي بتستخدمي فوطه مبلوله على الخشب؟ مش ده كده يبوظ الخشب ويبوظ العفش؟ يا جماعه بيبوظ العفش وبيبوظ الخشب، بس انا يعني مش بستخدمه بشكل يومي او مش بستخدمه بشكل اسبوعي. انا بعمل خطوه الميه دي في تنظيف العفش كل سنه مره، يعني لما بيبقى في تنظيفه بقى عميقه كبيره اللي هي مثلا تنظيفه شتاء، تنظيفه عيد، تنظيفه كده، اللي هي التنظيفات الكبيره العميقه اللي احنا بقى بننزل الستاير وبننظف من تحت ومن فوق من كل الزوايا. فطبعا بستغل الفرصه، ببقى عايزه بقى اي تراكمات تراب على الاسطح كلها تبقى متشاله. لكن التنظيف العادي واليومي والاسبوعي والشهري اللي هو تقليدي والروتيني عندنا مش بستخدم ميه طبعا. وعلى فكره انا قلت كده في الفيديو اللي فات، قلت ان لما قلت لكم ان انا غسلت الشيش بتاع البلكونات وكده، قلت لكم ان الميه بتبوظ الخشب، بس انا عملت كده بعد مده طويله، كل مده طويله قوي اضطريت ان انا انزل ميه على الخشب علشان تمسح كل التراب الموجود. فنفس النظام بينطبق على الخشب والعفش، فاهمين قصدي؟ فيعني انا مش شايفه ان ممكن يحصل حاجه لما نستخدم فوطه مبلوله، وطبعا بتبقى معصوره كويس قوي كل سنه مره، مش هيحصل حاجه باذن الله. ده كان رايي. برضو لو الفكره مناسبه ليكي ولنظامك والاسلوبك في التنظيف او كده استغليها، مش مناسبه خلاص اعتبري نفسك ما شفتيهاش، بس هي دي طريقتي انا في التنظيف. اللي شايفاه مناسب استفادي بيه، شايفاه مش مناسب ولا كانك شفتي، بس كده. وطبعا احنا بنفيد بعض برضه، معلومه مني معلومه منكم واحنا بنفيد بعض. زي ما قلت لكم انا يعني ما كنتش بعمل اي حاجه، ما كنتش اعرف اي حاجه قبل ما اتجوز، كل ده تعليم وكل ده واحده واحده مع نفسي، بطور من نفسي، بحسن من نفسي، بعلم نفسي بس. وانا بشجع اخواتي هنا اللي يشوفوني برضو، اللي ما يعرفش يتعلم، اللي شايف نفسه، يعني انا كنت شايفه نفسي قبل ما اتجوز ان انا عمري ما هعرف اعمل الحاجات دي كلها، لا دلوقتي بعمل وبنظف وبعمل اكل وبعمل شرب وبعمل حاجات كتير يعني، وبرضو مش احسن حاجه بس بنتعلم وبنطور نفسنا واحده واحده. طبعا شفتوا بقى كنت خلاص كنست بالمكنسه الكهرباء الريسبشن كله، مشيت كده اي حاجه عايزه تتروق روقتها، اي شويه تراب كده فوق الوش مسحتهم بفوطه ناشفه مش مبلوله. وبعد كده بقى خلصت الريسبشن كله ودخلت على اوضه الاطفال، فتحت الشباك هويت الاوضه وبدات الم الملايات اغيرها. عندي نصيحه كده صغنونه برضو لو تفيد حد، لما يكون يا بنات في مثلا حد تعبان في البيت، دور بقى برد، دور اي تعب بقى ماشي في البيت، خصوصا في الاجواء اللي احنا عارفينها بتاعه تغيرات الجو دي، يعني نصيحه كده يا ريت يوميا تغيري الملايات وتفتحي الشقه تهويها، لان التعب والبرد والامراض بتكون ماسكه بقى في الملايات مكان النوم، اللي تعبان ده نايم طول الوقت، النفس في المكان او كده، فنهوي
ونغير الملايات علشان التعب يمشي بره البيت. يعني مثلا لو الشخص خف بس الملايات لسه فيها شايله التعب وشايله الفيروسات، اعتقد هيفضل لسه التعب موجود بمده اطول. يعني فاهمين قصدي ولا ايه؟ يا رب تكونوا فاهمين قصدي. بس فانا هنا كان ابني بقى ربنا يعافيه كان تعبان. طبعا احنا بنخرج من تعب ندخل في تعب، الاجواء اللي اكيد كل الامهات عارفينها. يعني هتشوفوا معايا دلوقتي اهو الكومود اللي جنب السرير على كميه الادويه بقى اللي فيه، فربنا يعافي الجميع. اي ام طبعا طالما دخلت الشتاء عندها اكيد الكومود ده ما بيخلاش من الادويه، فربنا يحفظ الجميع يا رب. بس هنا بقى كنت غيرت الملايات، برضو كنا احنا منظفين كل الشقه دي من فتره قريبه خالص، فدخلت بس ايه ظبطت كده من فوق الوش، رجعت تاني الادويه مكانها، مسحت الازاز ومسحت الحاجه وغيرت الملايات زي ما شفتوها، ورجعت الادويه مكانها بقى كده وكده ايه يبقى خلصنا الاوضه. برضو يا دوب بس هكنس هنا كده الارضيه بسرعه، حبيت اكنسها بالمقشه اليدويه مش الكهرباء عشان كنت عايزه اجيب ايه من فوق ومن تحت وبشيل المشيات وكده. كمان زي ما انتم شايفين الغرفه اصلا ضيقه او صغيره، فانا استسهلت بصراحه المقشه دي ايه عن الكهرباء. ساعات بعمل بالكهرباء برضو، بس انا عموما بستسهل المقشه اليدويه او المكنسه اليدويه. بس هنا بقى كنست خلاص الاوضه وظبطتها، هرجع بقى كل حاجه مكانها وهبدا اعطر الاوضه ونسيبها تتهوى على وضعها ده. طبعا ايه الشبابيك دي اللي احنا فتحناها الصبح نيجي بقى ايه يعني نسيبها ساعتين 3 4، يعني يا دوب ساعه العصر كده بقى نبدا نقفل الايه الشبابيك تاني. ده انا بالنسبه لي ده الروتين الشتاء، لكن انا في الصيف بصراحه بسيب الشبابيك والبلكونات وكل حاجه مفتوحه طول الوقت، مش بقفل خالص بصراحه. يعني ما بحبش ان انا اقفل الشقه، بس طبعا في الشتاء وفي الاجواء اللي مش كويسه دي او متلخبطه دي بنضطر نقفل بقى، خصوصا لو في اطفال صغيره او كده. دخلت بقى على الطرقه برضو روقت كده المكان اللي فوق الجزامه، كان عليه بقى اللي داخل واللي طالع بيحط عليه اي كراكيب في ايديه، فقلت اروقها كده بسرعه ورحت كنسه برضو الارض. مش عارفه اخدتوا بالكم ولا لا من مكنسه عامله فيها فكره كده صغننه، لو تفيد حد فيكم فكره ان انا رابطه فيها، معرفش اخدتوا بالكم ولا لا، رابطه في ايديها شريطه كده طويل، بحيث ان انا امسك الشريطه دي في ايديا وانا بتحرك اشد منها المكنسه بدل ما اقعد اشد من خرطوم المكنسه نفسه. فطبعا ده اكتر حاجه بتتقطم واكتر حاجه بتتقطع في الاستهلاك والاستخدام اليومي بتاعنا او الاستهلاك الكتير للمكنسه دي، اول حاجه بتتقطع فانا حفاظا عليها على قد ما اقدر عامله الفكره دي لو تفيد حد. مش عارفه اهي واضحه قدامكم، ما بشدش من الخرطوم بتاع المكنسه خالص، انا بشد المكنسه تتحرك معايا ورايا من الشريطه دي. بس خلصت الطرقه ودخلت على الركنه اللي بنقعد فيها او الليفنج بتاعنا، برضو شفطت كل حاجه بالمكنسه وظبطت الدنيا مكان قعدتنا وخلصت. دخلت بقى على المطبخ، طبعا كنت عامله اوضه النوم برضو مظبطاها بنفس النظام، وبرضو في اليوم ده دخلت على التواليت كده ايه ظبطته برضو من فوق الوش من مكان استهلاكنا واستخدامنا اليومي كده وظبطته. يعني انتوا عارفين بقى التفاصيل. بس كده دخلت بقى على المطبخ، برضو كان في شويه كراكيب كده من فوق الوش، بدات ايه ارتب المكان بتاع المقشات والفوط اللي ورا الباب، علقت كل حاجه في مكانها وظبطتها. وجبت برضو المكنسه الكهرباء دي لما بطلعها بعمل بيها كل حاجه، يعني بشفط بيها المطبخ والحمام لو في اي حاجه في الارض. طبعا الحمام عندي ناشف الحمد لله، يعني ناشف طول الوقت، فلو في مثلا اي حاجه كده بشفطها. كل السجاد الارضيات المكان اللي قدام باب شقتي ده بشفطه بالمكنسه فهي بصراحه لطيفه، يعني ايه بتنجز في فعادي كل واحد يعمل اللي يناسبه. الطريقه دي بصراحه بتبقى مريحاني او بتنجزني. بس خلصنا بقى روقنا كده الشقه بتاعتنا كده، ما خدتش مننا اي وقت على فكره، ورحنا داخلين على المطبخ. لو وصلتي معايا لحد هنا من الفيديو ما تنسيش تنزلي كده جري تحت الفيديو تحطي اللايك والاشتراك من الزرار الاحمر، وما تنسيش تفعلي الزرار بتاع الجرس عشان يوصلك كل جديد. بالمناسبه دي برضو كنت حابه اسالكم على حاجه، انا عايزه اعرف ايه رايكم في الفيديوهات لحد دلوقتي، ايه رايكم في المواضيع، المحتوى نفسه حلو ولا لا، التصوير والاضاءه، الصوت، قولي لي كده ارائكم. ولو في حد عنده اي ملاحظات تفيدني حطوها لي تحت الفيديو، بحيث ان احنا نحسن كده من نوعيه الفيديوهات بتاعتنا. واي حاجه بقى تلفتوا نظري ليها مش عاجباكم الفتوا نظري ليها وانا احاول اظبطها. يلا نرجع للفيديو. هنا بقى ايه اكله سريعه وبسيطه، جبت بصلايه قطعتها شرايح كده، جبت فلفل اخضر وفلفل الوان قطعته، طماطمايه قطعتها، والبقى البطل بتاع الحلقه هو الصدق ده. بنجيب بقى عندي شويه صدق كده مش كتير، احنا بنقول عليه صدق بالدال مش بالجيم. قطعته برضو شرايح صغيره كده، وجيت بقى فوق كده او طاسه كبيره على النار، حطيت شويه زيت وسبتهم يسخنوا حلو قوي، وبعد كده نزلت بالصدق المتقطع ده. بصوا بقى نديله تشويحه جامده جامده جامده، يعني تشويحه كده اللي هو ايه يتلون، مش مجرد بس ان هو يتقلب في الزيت، لا يتلون بقى على نار عاليه شويه. نفضل بقى نقلب لحد ما يتشوح تشويحه حلوه.
تمام كده. بعد ما شوحناه كويس قوي نبدأ بقى ننزل بالبصل الاول. طبعا بننزل بالحاجة الجامدة وبعد كده في الاخر الحاجة الطرية، يعني ننزل الاول بالبصل، بعد كده أنا يا دوب دبل كده شوية نزلنا بالفلفل الالوان كله، برضو دبلناه كده شوية تقلبتين وتشويحتين دبلناه زي ما احنا شايفين كده. ايدينا بقى ايه، الاكلة دي ما بتاخدش على بعضها نص ساعة. بعد كده كان عندي شوية زيتون مخلي نزلت برضو بيه اختياري، بس احنا لو هنحط زيتون نخفف الملح. احنا طبعا هنعمل، يعني هيوضح دلوقتي ليكم المشهد ان احنا هنعمل طاجن مكرونه بالصدور. بعد كده خلصت الحاجات الناشفه شويه، انا بدات بقى انزل بالطماطم، طبعا الحاجه الطريه شوحت كله. نزلت بعد كده بالتوابل، بحط ملح طبعا قلنا نقلل شويه، وبحط فلفل وكزبره وشويه بهارات من اللحمه، بس كده ده اللي انا بحطه. بعد كده ننزل بمعلقه صلصه، معلقه صغيره ما تزوديش قوي يعني، ومجرد ما نزلنا بالصلصه بننزل برضو ميه كده، شويه ميه صغننين يا دوب بس عشان تسبك او تدوب كده الصلصه دي وتسبك الطماطم والصلصه مع بعض. بنغطي بقى عليها ونسيبها يعني يا دوب 5 دقايق بتكون خلاص ظبطت كده، بنقفل عليه. في حله بقى تانية ميه مغليه طبعا، نزلت ما بحطش في الميه لا زيت ولا ملح ولا اي حاجه، هي الميه بس. ونزلت بالمكرونه، مكرونه فرن يا دوب اتسلقت نص سلقه كده 5 دقايق بالظبط، وصفتها ورجعت بيها. ببدا بقى انزل بالخلطه اللي انا كنت عاملاها التانية اللي هي بتاعت الصدق دي تدريجي كده في نفس الحله، ما نعملش مواعين كتير في نفس الحله، ونقلب بقى ايه تدريج، يعني ننزل حبه بحبه بحيث ان هو ايه يتقلب كله كويس، ما تبقاش الحاجه كتيره تحت ايديكي ومش عارفه تقلبي كويس. تمام بس كده قلبنا بقى كله خلاص ظبطناه. نجيب الطاجن بتاعنا، وريتكم اهو طاجن الاول، حاولت افضي بايديا لقيت ان الحاجه ممكن تتكب مني، فرحت جايبه معلقه وايه احط في الطاجن. خلاص حطيت كل الكميه في الطاجن، وحطيت برضو الطاجن التاني، وخلاص كده ايه يبقى ظبطتها. في الاخر لما بنيجي نحطها الفرن، في الفرن بحط على وشها شويه جبن بقى حسب الجبنه الموجوده عندي، جبنه موتزاريلا، جبنه اي جبنه مبشوره عندك كده حطي على الوش قبل ما تدخليها الفرن. تدخل الفرن تقريبا نص ساعه وبتبقى جاهزه وجميله وزي طبعا بقى خلصنا الاكل، ندخل على بسرعه على الحوض، نظبط برضو ايه نشطب اي مواعين موجوده من استهلاكنا. كان عندي هنا بصراحه مواعين الفطار ما كنتش لسه غسلتها على المواعين اللي انا استهلكتها في عمل الاكل، وبدات اغسل كله بسرعه وايه واشطبه كده. شطبي برضو ايه اول باول، يعني عايزه اقول لكم من الكلام ده كله كنا مثلا لسه ما يعني ساعه الظهر مثلا او ما جيناش يعني بعد الظهر بحاجه بسيطه، خلصت كل اللي ورايا قبل ساعه الظهر، فاهمين؟ باقي اليوم بقى عندي بيكون يا دوب بقى اخر النهار كده قبل الغدا بشويه ابدا احط الاكل في الفرن، وبعد كده نتغدى وبرده نشطب مواعين الغدا بسرعه كده، ويبقى اليوم الى حد ما هادي. يعني في ايام طبعا بتبقى هاديه ولطيفه، وفي ايام بتبقى مضغوطه من اول ما بنصحى لحد ما بننام، فربنا يقدر الجميع على مشاغله ايه. يعني انتوا عارفين بقى الامهات خصوصا لو في اطفال او كده بتبقى معاناه، ربنا يقوينا ويقدرنا. بس هنا بقى ظبطت كل حاجة وشطبت كل المواعين اللي عندي في الحوض زي ما انتوا شايفين. اغسل كمان الحوض بقى نفسه والحنفيات والعلبة او البانيو اللي هو بتاع الصابون ده نفسه، والليف بقى اللي عندي. وهنا غسلت الحوض، غسلت الحنفيات والرخامة اللي حواليه، ونشفت كل حاجة، ويبقى المطبخ كده اتشطب زي ما قلت لكم على تسوية الاكل وخلاص. ندخل بس الاول قبل ما ننسى نمسح برضو البوتاجاز كده من فوق الوش، انا كنت غسلاه معاكم قريب يعني مسحته بقى ايه. طبعا كل اكله نمشي بالخطوات دي. بصوا بقى المفرش بتاع البوتاجاز ده هو مريحني في كده ان انا ايه بالفوطه كده امسح استخدامين بقى، قعد معايا شهر شهرين ايا كان، على طول ايدي فيه. اول ما الاقيه بقى شكله مش لطيف خلاص اشيله واحط واحد غيره جديد والدنيا نظيفه. لكن طبعا ايدي فيه زي ما قلت لكم برضو ايه ايدي فيه على طول، فاهمين؟ وطبعا العيون دي كل كام يوم كده ناخدها نمسحها حلو ويبقى البوتاجاز على طول حلو. ده بقى كان المكرونه بعد ما طلعت مع شويه بطاطس شيبسي مع كاتشب ومايونيز او اي صوص عندي، وبتبقى اكله نسيت اصورها لكم واحنا غارفينها لان كنا جعانين قوي واكلناها بسرعه. بس كده ده الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم، يا رب يكون خفيف واستفدتوا باي حاجه. ما تنسيش اللايك والاشتراك من تحت الفيديو، وانتظروني بقى في الفيديو الجاي، ويلا مع السلامه.